السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحضر بإذن الله بقسماط الأفران بطريقة بسيطة جدا، بمكونات موجودة بإذن الله في كل بيت. هنعمل من نص كيلو دقيق، هنعمل كمية حلوة قوي من البقسماط، هش وخفيف ومقرمش بمكونات اقتصادية وأحلى من الجاهز بكتير. جربوه بإذن الله وإن شاء الله هيعجبكم. ركزوا بقى شوية واسمعوا كده صوت القرمشة، مفيش بصراحة أحلى من كده. عايزاكم تشجعوا بعد الفيديو ده وتقوموا تحضروه حالا. انا متأكدة انكم مش هتفكروا تشتروه تاني من بره. هنعمل 43 بقسماطايه من نص كيلو دقيق بس. شايفين بسم الله ما شاء الله كمية حلوة قوي، يعني كمية تشجعك انك تعمليه حالا في البيت. نبدأ اول حاجة بتحضير العجينة. معايا كوباية مية دافية، ولازم المية تكون دافية. معايا معلقتين كبار من السكر. معايا كمان معلقة كبيرة من الخميرة. هضيف كمان نص كوباية من الزيت. الزيت مش كتير خالص، هو اللي بيساعد في قرمشة البقسماط. هقلب المكونات كده كلها في بعض لحد ما تندمج كلها مع بعض والسكر يدوب تماما بالشكل ده. معايا هنا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، حطيت عليه رشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا معلقة البيكنج باودر دي مهمة جدا، بتساعد في هشاشة البقسماط، بتخليه هش كده ومنفوخ وجميل جدا. بس كده ادي كل مكوناتنا، مكونات اقتصادية بإذن الله موجودة في كل بيت. نبدأ بقى في العجن. لازم نعجن العجينة كويس جدا، نعجنها من 7 ل10 دقايق لحد ما تنعم معايا تماما. هنا العجينة هتحتاج معايا معلقتين كده أو 3 من المية. طبعا المقادير مظبوطة جدا، بس الاختلاف في نوع الدقيق، يعني ممكن ما تحتاجش معاكي سوائل خالص. بس كده ضيف المية كده بالتدريج، حبة صغيرين بحبة صغيرين لحد ما العجينة تتظبط معايا. لو وصلتوا معايا لحد هنا انزلوا بسرعة حطوا لايك للفيديو، واشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. شايفين حبة المية اللي انا بضيفهم كده؟ معلقة معلقة، يعني معلقة كده واشربها للعجينة، بعدين كده لو احتاجت معلقة تاني بضيف لها معلقة. مش بضيف كتير عشان هي العجينة كده كده مظبوطة، يعني مش محتاجة غير معلقتين او 3 بالكتير. هو الاختلاف الوحيد في نوع الدقيق، نوع الدقيق معايا بيحتاج سوائل اكتر. بس كده دي بقى لمها كده وعجينها كويس جدا، زي 10 دقايق. هي العجينة بسم الله ما شاء الله مش بتلزق في الطبق ولا في ايدي، عجينة نظيفة جدا وحلوة قوي قوي. لو تعبت في نص العجين كده ممكن تريحي زي دقيقة وترجعي تعجيني فيها تاني، لحد ما تنعم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بعد ما خلصت بقى العجين، عجينة طرية وجميلة جدا، طرية وفي نفس الوقت متماسكة. بس كده احطها على كده على الرخامة او على البلانشة قدامي، وافردها كده، احاول افردها على قد ما اقدر تكون شكل مستطيل، واغطيها بكيس وهسيبها زي 10 دقايق. احنا مش بنخمرها خالص، احنا بس هنريحها زي 10 دقايق. جيب معايا هنا سمسم ابيض او محمص الموجود عندك. هنا معايا حوالي 4 معالق من السمسم، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من المية وابتدي اقلبهم كده كويس. فايدة المية بتخلي السمسم يلزق على البقسماط بالشكل ده. شايفين هنا العجينة بعد 10 دقايق تحسوا انها بدأت تخمر، بس هي مش خمرانة ولا حاجة، احنا بس بنريحها علشان نعرف نشتغل فيها. ابتدي اخد قطع صغيرة من العجين وابرمها كده قدامي زي حبل رفيع بالشكل ده. طبعا رفع البقسماط عشان هي كده كده هتكبر بعد ما تخمر وبعد ما تستوي بالشكل ده. بعد كده مبرومها كده بسويها كده على الجوانب عشان تكون شكلها حلو قوي بعد التسوية. بعد كده هنزل بيها في السمسم المندي بالمية بالشكل ده. شايفين تحفة ازاي؟ ما شاء الله. طبعا حجم البقسماط ده حاجة ترجع لك، عايزاه طويل عايزاه رفيع عايزاه صغير، دي حاجة ترجع لك، بس يكون ما يكون يعني متوسط كده بيكون شكله احلى بالشكل ده. شايفين التشكيل سهل ازاي؟ مفيش اسهل من كده. بس كده هنبرم العجين ونحطه في السمسم المندي ونحطه بقى في الصواني او السجان بدون دهن اي حاجة. يعني الصواني او السجان اللي هتخبزي عليها مش مدهونة اي حاجة، ويفضل انك تخبزي في السجان الالومنيوم. الصاج او الصينيه اللي هتخبزي عليها قلنا مش مدهونه اي حاجه، ما تخافيش هو مش هيلزق خالص معاكي.
بس كده اخلص كمية العجين بنفس الخطوات اللي انتوا شايفينها دي. هي اخد قطعة كده برومها او كده قدامي واحطها في السمسم المندي، بعد كده انزل بها في السجان اللي مش مدهون اي حاجة. طبعا نحاول على قد ما نقدر ما نتخنش البقسماط قوي، عشان كده كده هيزيد معايا بعد السوا. اهم حاجة ان احنا نسيب مسافة حلوة كده ما بين كل بقسماطاية والتانية، نسيب كده مسافة بينهم، لانه لسه هيخمر ويتضاعف حجمه، فعلشان نديله المساحة الكافية ان هو ياخد تسوية مظبوطة وكمان يخمر ويرتاح كويس بالشكل ده. ممكن كمان تعملي البقسماط من غير سمسم، في ناس كده بتحبه من غير سمسم، على حسب ذوقك وعلى حسب ما بتحبي. طبعا والزوايد اللي انتوا شايفينها اللي بقطعها من العجينه، من حراف العجين كده برجع لمها كده واعملها صباع كده من الاول، واحطها في السمسم وتبقى جميله جدا. شايفين المسافه اللي قلت لكم عليها ما بين كل صباع والتاني، عشان المساحه الكافيه عشان يقرمش معايا كويس وياخد تسويه مظبوط. هخلص كميه العجين كلها بنفس الشكل، زي ما قلنا نراعي نسيب مسافه ما بين كل صباع والتانية في الصاج، علشان ياخد التسويه المظبوطه بتاعته ويرتاح كويس بالشكل ده. زي ما واضح قدامكم كده العجينة سهل التعامل معاها كده، يعني حلوة قوي، مخدومة كويس، في نفس الوقت مظبوطة كده على الشعرة، مخدومة صح من الآخر يعني. دي بقى الكمية اللي حضرتها من البقسماط، شايفين شكلهم حلو ازاي؟ زي ما قلنا نراعي نسيب مسافة ما بين كل صباع والتاني، علشان ياخد التسوية المظبوطة وعشان يخمر ويرتاح كويس. بس كده هسيبه يخمر زي نص ساعة لحد ما يتضاعف حجمه. بعد ما نتأكد انه خمر نبدأ نسويه. كل اللي بنعمله اننا بنشغل الفرن يسخن كويس وبنحط البقسماط على الرف الاوسط، بياخد معانا 45 دقيقة. نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نستعجلش عليه، لانه بيستوي على نار هادية جدا علشان ياخد لون موحد معاكم، ويكون اللون بتاعه ذهبي علشان يكون مقرمش معاكم. ده شكله بعد ما استوى. دي على فكرة اللي قدامكم دي نص الكمية، بس نص الكمية التانية بسم الله ما شاء الله يعني اكلوه على طول بعد ما خرج من الفرن وعجبهم جدا. شايفين القرمشة، شايفين القطمة حلوة قوي ازاي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وادوا لايك للفيديو عشان القناة تكبر بيكم والفيديو يترفع بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.